الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس آخر بيتحدث عن أحوال مصر في عهد خلفاء محمد علي. تعرفنا على نتائج معاهدة لندن وأثرها على السياسة المصرية، وكان لانهيار سياسة احتكار في مصر أو التي وضعها محمد علي نتائج على الاقتصاد المصري. فبالنسبة للزراعة هنلاحظ أن الاحتكار أو إلغاء سياسة الاحتكار أدى إلى أنه أصبح المزارعون في أواخر عهد محمد علي لهم الحرية في زراعة ما يشاءون من محاصيل وغلات زراعية، وبالتالي حدث تأخر وجمود في أساليب الزراعة. طبعا هذا التأخر والجمود لأنه كانت العملية عشوائية في الزراعة، ولم يكن هناك سياسة تضعها الدولة ودعم من الدولة، فلذلك تأخرت الزراعة وسادها الجمود. بالنسبة أيضا في عهد سعيد باشا ألغيت الضريبة الدخولية، والتي كانت تقدر ب 12%، وهي ضريبة كانت تفرض على الحاصلات الزراعية المتبادلة بين الأسواق وفي القرى، بمعنى أن الدخول إلى قرية أخرى أو سوق آخر كان هناك ضريبة تقدر ب 12%، فألغيت هذه الضريبة. في عهد إسماعيل ازدهرت الزراعة، ويرجع ذلك طبعا إلى محاولة الاهتمام بالأساليب الزراعية وإدخال نباتات جديدة، وإصدار قانون يسمى قانون المقابلة سنة 1871. وكان من آثار هذا القانون أنه استقرت أحوال الفلاحين، وبدأ الإنتاج يشهد زيادة، وأيضا ازدهرت زراعة القطن وارتفع ثمنه، وذلك نتيجة للطلب الأجنبي وخاصة من قبل الإنجليز عليه. أيضا ترتب على هذا القانون توسيع أو توسع ملكية الأراضي الزراعية، بدلا من ملكية الانتفاع أصبحت أيضا الأراضي الزراعية تورث أو تكون وقف أو هبة. فهنا أصبح الفلاح لديه نوع من الاهتمام بالأرض الزراعية. بالنسبة لقانون المقابلة، كان السبب في إصدار هذا القانون هو دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وسياسة الاقتراض من البنوك الأجنبية، وده كان أيام حكم سعيد وإسماعيل. أيضا كانت هناك مشكلة في سداد الديون في موعدها، لذلك أصدرت الدولة هذا القانون، واللي بينص على أنه من يدفع 6 أمثال الضريبة المقررة على الأرض مرة واحدة يعفى من نصف الضريبة المقررة بصفة مستمرة، وأيضا يكون له حق تملك الأرض. النتائج اللي ترتبت على هذا القانون أنه استقرت أحوال الفلاحين، وأصبح هناك أمان لدى الفلاحين، وبدأ يشعر بملكية الأرض، وبالتالي بدأ يهتم بالأرض، فزاد الإنتاج. انهيار نظام الاحتكار بالنسبة للصناعة، أيضا في أواخر محمد علي كان قلت إنتاج المصانع، وأغلقت عدد من المصانع، وتدهورت بعض الصناعات الحرفية، وأيضا اختفت بعض
هذه المصانع، وذلك لعدم قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية التي بدأت تدخل إلى الأسواق. طبعا احنا فاكرين انه محمد علي كان بيعتمد على المنتج المحلي، وكان بيرغب في منافسة المنتجات الأجنبية. لكن بعد انهيار الاحتكار سمح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى البلاد، فهنا تدهورت الصناعة المحلية وخاصة الحرفية منها، وخاصة أيضا في القاهرة. في أواخر عهد عباس وأوائل عهد إسماعيل هنلاحظ انتعشت بعض الصناعات الحربية، ويرجع ذلك إلى اشتراك مصر في حرب القرم التي استمرت من 1853 إلى 1856 بين تركيا وروسيا، ومصر هنا دخلت الحرب طبعا بجانب تركيا وبناء على طلب السلطان العثماني. بالنسبة أيضا لعهد إسماعيل كانت أيضا هناك علاقة بين انتعاش الصناعات الحربية والمدنية، وكذلك أيضا بين الجيش. ويرجع انتعاش الصناعات الحربية والمدنية في عهد إسماعيل لعدة أسباب، منها زيادة عدد الجيش، فأصبحت هناك متطلبات رفع القيود عن المعدات الحربية اللي كانت مفروضة عليه قبل كده. أيضا تم تجديد المصانع القديمة وإقامة مصانع أخرى حديثة، إقامة مصانع للصناعات التجهيزية مثل حلج القطن واستخراج الزيوت ودبغ الجلود، وهناك صناعات أيضا تحويلية مثل صناعة السكر والورق والغزل والنسيج. هذه أسباب دفعت إلى انتعاش الصناعة في عهد إسماعيل. بالنسبة لمجال التجارة فكان تأثير الاحتكار على التجارة محدود، وده لأنه بدأ تخفيف القيود بدأ تدريجيا في التخفيف من قيود الاحتكار، حيث سمح للمزارعين بإقامة حلقات لبيع الإنتاج عن طريق المزايدة بدل من الشون الحكومية توريد للحكومة، فكانت بتحدد طبعا السعر، لكن هنا كانت هناك مزايدة أو مزادات، فكان هي اللي بتحدد الأسعار. أيضا هنا دخل التجار الإنجليز في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها، فده رفع من قيمة هذه المنتجات. الأجانب بدأوا في استيراد ما يحتاجه السوق المصري من منتجات. كذلك هنلاحظ هنا كان بالنسبة لإلغاء نظام الاحتكار أيضا تأثير على النقل والمواصلات، واتسعت شبكة النقل والمواصلات في عهد سعيد، ويرجع ذلك طبعا إلى ارتباطها بالزراعة والتجارة. فهنا كان زيادة حجم التجارة ونشاط الأجانب في الاستيراد والتصدير سبب في طبعا أو ليه تأثير على حركة النقل والمواصلات وسبب اتساعها. بدأ إنشاء الخطوط الحديدية مثل خط يربط بين الإسكندرية والقاهرة وآخر بين القاهرة والسويس، كذلك تمهيد الطرق البرية. أيضا تأسست شركتان للملاحة البحرية وأخرى للنيلية برؤوس أموال أجنبية، وتم الموافقة كذلك على مشروع حفر قناة السويس. عندنا مشروع قناة السويس، وكما واضح من الخريطة هو مشروع يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومشروع قناة السويس يعد من أهم المشروعات التي نجمت عن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وكان بيهدف إلى تسهيل مرور التجارة بين الشرق والغرب، لأنه في الشرق بيوجد أو تتوفر المواد الخام وتعتبر أسواق لتصريف المنتجات بتاعت أوروبا التي أصبحت صناعية. محمد علي طبعا كان موقفه في البداية رفض المشروع، وكان بيقول لا أريد بسفورا آخر في مصر، إشارة إلى مضيق البسفور اللي كان سبب في تدخل الدول الأوروبية في السياسة التركية. لكن هنا هنلاحظ بالنسبة لمشروع قناة السويس وموقف سعيد، إنه سعيد باشا وافق على مشروع قناة السويس بسبب صداقته بديلي سيبس، ومنحه امتياز حفر قناة السويس عام 1856 ولمدة 99 عاما من تاريخ افتتاح القناة للملاحة. ده يكون احتكارا بالنسبة لفرنسا. الشروط بتاعت قناة السويس كان فيها ظلم بالنسبة للمصريين، وكانت شكل من أشكال التدخل في السياسة المصرية. يتضح ذلك من البنود الآتية أو العناصر اللي أمامنا، أنه مصر تتنازل عن الأراضي اللازمة لحفر قناة السويس للشركة، وإعفائها أيضا من الضرائب. يعني مصر تعطي الأرض للشركة الفرنسية ولا تأخذ مقابل. أيضا تقوم الحكومة المصرية بحفر ترعة للمياه العذبة للعاملين في المشروع. للشركة حق انتزاع ملكية الأراضي اللازمة لعمليات الحفر من الأفراد دون مقابل أو دون تعويض. يعني لو أي واحد عنده قطعة أرض في طريق أو تعترض المشروع، هنا بتأخذها الشركة دون دفع أي مقابل أو تعويض. أيضا من حق الشركة أنها تستخرج المواد الخام من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب أو تعويض. أيضا الشركة الفرنسية لها حق الانتفاع بالقناة لمدة 99 سنة من تاريخ افتتاحها اللي كان 1869. مصر أيضا تتحمل من العمال اللازمين لحفر القناة ما يقدر ب4 أخماس عدد العمال. مصر تحصل مقابل على ذلك أرباح قدرها 15% مقابل الأرض والامتيازات، وتحصل مصر على 44% من أسهم القناة، وذلك من أجل تسوية الديون. يعني لو لاحظنا هنا كل الشروط في صالح الشركة الفرنسية. طبعا في عهد الخديوي إسماعيل كانت مصر باعت نسبتها من الأسهم لإنجلترا 1857 عشان تدفع الديون، وفي عهد توفيق أيضا باعت نصيبها من الأرباح لاتحاد الماليين بباريس، فأصبحت لا تملك شيء من القناة. أما بالنسبة للأحوال الاجتماعية وتأثرها بالنظام الاحتكار أو إلغاء نظام الاحتكار، فقد ظهرت طبقة من كبار ومتوسطي ملاك الأراضي الزراعية اللي أخذوا أيضا يحاولوا المشاركة في الحياة السياسية، وتدهورت طوائف الحرف ومكانة شيوخ الطوائف، وعجزوا عن منافسة المنتج الأجنبي. أيضا أصبح أو نقص دور التاجر المحلي، طبعا مقابل هنا ارتفاع مكانة أو الشركات والوكالات الأجنبية.
بالنسبة للنهضة التعليمية في مصر فقد تأثر مسارها بعد ضرب محمد علي سياسيا واقتصاديا. طبعا هنا هنلاحظ أنه في مجال التعليم حدث تدهور في عهد عباس وسعيد، ويرجع ذلك لسوء أحوال المدارس وإغلاق بعضها وقلة البعثات المرسلة إلى أوروبا. أيضا توقفت بعض البعثات بعد ذلك وتم إلغاء ديوان المدارس. هنا بدأ تشجيع الأجانب من أوروبا والولايات المتحدة على إنشاء مدارس، وهذه المدارس تبشيرية. أيضا بالنسبة للخديوي إسماعيل لما تولى بدأ يهتم بالعملية التعليمية، ويرجع ذلك إلى تأثره بحياته في أوروبا، وحب يبني مصر على غرار الدول الأوروبية، وكان متأكد أنه الوسيلة الوحيدة لذلك التعليم، فاهتم بتعليم البنات فأقام مدرستان بالقاهرة. أيضا اهتم بالتعليم الصناعي والزراعي والمساحة والمحاسبة والمدارس الابتدائية والثانوية. بدأ الاهتمام بإقامة حفلات مدرسية في نهاية العام لتكريم الناجحين والفائقين، مما كان له دافع وأثر على النهضة التعليمية واهتمام الطلاب. بالنسبة لاهتمامه بالحياة الثقافية هنلاحظ أنه تأسست في عهد إسماعيل جمعية المعارف، واللي كان الهدف منها إنشاء أيضا أو نشر الثقافة والمعارف عن طريق التأليف والنشر وطبع الكتب في مختلف المجالات مثل التاريخ والفقه والأدب. تم تأسيس دار الكتب 1870، وتأسست الجمعية الجغرافية، وتأسست الجمعية الخيرية الإسلامية التي هدفت إلى إنشاء مدارس لتعليم البنين والبنات. طبعا الاهتمام بالصحف العالمية والأدبية والسياسية، وأعطيت للصحف حرية الكتابة، وده بعد ما حصل اصطدام بين المطابع الأوروبية وإسماعيل، وشعر بالتدخل الأجنبي. بالنسبة لأثر الصحافة في مصر في عصر إسماعيل فقد أعطيت للصحف حرية الكتابة لمواجهة الأطماع الأوروبية والتدخل الأجنبي في شؤون مصر، وكان لهذه الصحف الفضل في نشر المعارف وحركة التنوير، وتأسست بعض الصحف الأجنبية. النهضة التعليمية والثقافية في عهد إسماعيل طبعا ارتقى مستوى الوظائف العامة، ويرجع ذلك إلى أنه تولاه خريج المدارس والمعاهد وأعضاء البعثات. ظهر علماء في تخصصات مختلفة. أيضا هناك نتائج ترتبت على ازدياد عدد الأجانب في مصر أيام إسماعيل، ومنها أن الشعب بدأ يحاول يقلد الأوروبيين في نمط الحياة، وبدأوا يقتبسوا عاداتهم وتقاليدهم في المأكل والمسكن. أثر سقوط نظام الاحتكار على الوظائف الإدارية أنه مصر بدأت إحلال المصريين في الوظائف الإدارية أواخر عهد محمد علي، وفي عهد إسماعيل تمصرت، يعني أصبحت كل الوظائف الصغرى مصرية ما عدا الرتب الكبيرة في الجيش كانت قاصرة على العناصر التركية والشركسية. إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.